تصور معايا هاد السيناريو. شريتي شقة، خلصتي، خديتي المفاتيح وقلتي صافي وليت مول الدار، ومن بعد جا عندك الصناديق وطلب منك تخلص الدين خلاه المالك القديم. غادي تقول هاد الدين ماشي ديالي، ولكن المفاجأة هي ان قانون الملكية المشتركة كينص ان المشتري كيكون متضامن مع البائع باش تخلص الديون اللي بقاو على الشقة. يعني سؤال صغير ما سولتيش قبل الشراء يقدر يخرج من جيبك فلوس ما حسبتيهاش. كيفاش كتحمي راسك وشنو هي الحوايج الاخرى اللي خاصك تراجع قبل ما تخلص العربون؟ في هذا الفيديو غادي ندوزو معاك من باب الشقة حتى العقد وبأبسط طريقة. نبداو بأول قاعدة: ما تخليش الزواق، الصالون ولا الثمن المغري يخليك تصيفط العربون قبل ما تجمع المعلومة. أول حاجة خاصك تعرف هي شكون هو المالك الحقيقي. طلب شهادة ملكية حديثة وخلي الموثق يراجع الوضعية القانونية ديال الشقة والتقييدات الموجودة في السجل العقاري. المحافظة العقارية كتوضح أن شهادة الملكية كتثبت الوضعية القانونية والمادية ديال العقار في الوقت اللي تطلبات فيه. يعني الوثيقة القديمة ماشي هي أحسن أساس لقرار جديد، ولكن التيتر بوحدو ما كافيش. خاص رقم الرسم العقاري، اسم المالك، رقم الشقة، الطابق والمراجع كاملين يكونوا كيهضروا على نفس العقار اللي شفتي بعينيك. ومن هنا كندوزو للمساحة. إلا قال لك البائع الشقة فيها 90 متر، ما تكتفيش بالرقم اللي في الانونس، شوف المساحة اللي مكتوبة في الوثائق والتصميم، ووضح واش البالكون، الباركينج ولا اي جزء اخر داخل في الحساب ولا عنده مرجع بوحدو. واذا بقى عندك الشك، القياس مع مهندس ولا خبير يقدر يحسم النقاش قبل الشراء ماشي من بعده. الحاجة الثالثة هي التصميم. قارن الشقة اللي قدامك مع التصميم المرخص. واش الحيطان في بلاصتهم، واش شي بالكون تسد، واش المطبخ ولا الحمام تبدلو. اي تغيير ما تفترضش انه قانوني غير حيت الشقة كتبان زوينة. سول على رخصة البناء ورخصة السكن حسب وضعية العمارة، وخلي المختص يتأكد ان الوثائق كترجع لنفس البناية ونفس المرحلة من المشروع. القانون كيربط استعمال البناية السكنية برخصة السكن من بعد نهاية الاشغال، ولكن حتى الوثائق الصحيحة ما كتكشفش ليك كل عيب داخل الشقة. لهذا دير معاينة هادئة في النهار وبلا استعجال. شوف تحت الشبابيك، حدا الحمام، وراء الخزانات وفي الزوايا القريبة من الأرض. بقع الرطوبة، ريحة العفن، الصباغة الجديدة غير في بلاصة واحدة ولا انتفاخ الحيط، كلها أسئلة ماشي غير تفاصيل. جرب الروبيني، سخان الماء، الصرف، الضوء، البريزات والضغط ديال الماء. حل الشبابيك واسمع الضجيج. شوف الشمس، التهوية والجار اللي مقابل ليك. وفي العمارة ما تشوفش غير باب الشقة، شوف السطح، الكراج، المصعد، الدروج، المدخل وآثار الماء في الطابق السفلي. إلا بأن شرخ كبير، رطوبة كتعاود ولا مشكل في البنية، جيب خبير. ما تحكمش بوحدك على حاجة تقنية. دابا نرجعوا للمفاجأة ديال الصناديق. طلب نظام الملكية المشتركة. هذا النظام كيشرح الأجزاء الخاصة، الأجزاء المشتركة، طريقة الاستعمال وكيفاش كتقسم المصاريف. والقانون كيلزم البائع يحط رهن إشارة المشتري نسخة من هذا النظام والتصاميم المرتبطة بالشقة. ومن الصناديق طلب وصل الإبراء اللي كيثبت أن البائع ما عليه حتى دين تجاه الإقامة. هذه النقطة ماشي شكلية، حيث القانون كيقول أن المشتري يقدر يطالب مع البائع بديون الصناديق القديمة. وسول حتى على مبلغ المصاريف الشهرية، آخر اجتماعات الملاك والأشغال الكبيرة اللي ممكن تكون جاية، صباغة الواجهة، إصلاح المصعد، السطح ولا الكراج. الثمن الحقيقي ماشي غير ثمن الشقة، زيد عليه مصاريف العقد، التسجيل والمحافظة، أتعاب المهنيين، الوكالة إلى كانت، الإصلاحات ومصاريف الصناديق. طلب حساب واضح من الموثق حسب الصفقة ديالك، وما تعتمدش على نسبة قالها لك شي واحد بلا ما يشوف الملف. وبالنسبة للعربون ما تخلصش بطريقة غامضة، خلي كل شي مكتوب. شكون تسلم الفلوس، شحال، على شنو وفاش كتسترجع. إذا الوثائق ولا التمويل ما جاوش كيف ما متفقين، ما كاين حتى ثمن مغري كيستاهل انك تستعجل على عقد ما فهمتيش. اذا قبل ما تقول مبروك، جاوب على هاد السبع الاسئله. شكون هو المالك؟ واش الوضعيه القانونيه واضحه؟ واش المساحه والتصميم مطابقين؟ واش العماره عندها الوثائق المطلوبه حسب حالتها؟ واش الشقه والعماره دازوا من معاينه حقيقيه؟ واش البائع مبرئ من ديون الصناديق؟ وشنو مكتوب بالضبط في العربون والعقد؟ الا جواب واحد بقى غامض، وقف، سول وخذ الوقت ديالك. الشقة الزوينة كتفرحك نهار، ولكن الشقة اللي شريتيها بمعلومة واضحة هي اللي تقدر ترتاح فيها سنين.